دخلت سوبر ماركت قبل كده عشان تشتري حاجة بسيطة ولقيت نفسك اشتريت حاجات كتيرة قوي. الموضوع ده حصل معايا قبل كده واكتر من مرة. كنت داخل عشان اشتري حاجة معينة يا دوب حاجة اتعشى بيها، لقيت فيه عروض كتيرة جدا خصوصا على الشوكليت. انا بحب الشوكليت جدا. خد اتنين وخليها واحدة هدية، خد عرض على دوت، خد عرض على ده وعرض على ده. لقيت نفسي في اخر اليوم اشتريت حاجات كتيرة قوي. هنا الموضوع دوت مش بيحصل بالصدفة، الموضوع ده علم اسمه علم المستهلك، يعني consumer behavior. الموضوع دوت بيكون عليه دراسات كتير جدا بتقوم على ان الشراء بيقوم على حاجه اسمها العاطفه، وان عمليه الشراء بتقوم بشكل لا واعي. هنا بتوع الماركتنج بيشتغلوا ان هم بيشدوا انتباهك بحاجات كتير جدا زي العروض، وبيلعبوا على الحته بتاعه الجوع. طبعا على الوقت دوت كنت بقيس المشاعر الموجوده بالفعل، انا كنت جعان، كنت محتاج ان انا اجيب حاجه عشان اكلها، لكن لقيت نفسي ان انا دفعت فلوس كتير جدا على حاجات انا مش محتاجها دلوقتي. لو انت مهتم بالموضوع دوت فهتلاقي في سلسله الحاجات الجايه ان انا بتكلم عن الكونسيومر بيهيفير وازاي تبتدي انك تكون واعي اثناء عمليه الشراء. متنساش تتابعني كل جديد. كان معاكم احمد موسى من الامارات. لايك، سبسكرايب، شير. سلام.